هاي يا بنات، النهاردة فيديو عن الشعر. ازاي انا بعمل ستايل شعري اللي تقريبا مش بعمل غيره. هو ستايل الكيرلي بيكون مموج شوية. انا بعمله بمكوة تمليس الشعر، او زي ما بنسميها البيبي ليس. انا المكوة بتاعتي من فيليبس، وطبعا هتحتاجي جنبها اي سيرم او سبراي للحماية من الحرارة. انا شعري خفيف فبقسمه اجزاء تكون عريضة شوية. هتحطي شعرك في المكوة وتلفي المكوة عليه وتسحبيه شوية لبره، وبعدين تلفي تاني وتسحبي شوية. طبعا هو صعب قوي اني اوصف بالكلام، بس يا رب يكون الفيديو موضح انا قصدي ايه. وطبعا الستايل ده، او لو هتعملي اي حرارة على شعرك، لازم يبقى شعرك مغسول وناشف. ما ينفعش تعمليه على شعر مبلول، وما ينفعش تعمليه على شعر مزيت او مثلا مغسول بقاله يومين، لان شعرك كده هيبقى ملزق ومش هيديكي الفوليوم اللي انت عايزاه. في حاجة كمان، زي ما انتوا شايفين، اهم حاجة انك بتلفي الخصلات عكس اتجاه وشك، يعني تلفيها على ورا ما تلفيهاش على قدام، علشان تديكي ارتفاع كتير للشعر. الجو كان حر جدا اليوم ده، وكمان مع التصوير فكان حر اكتر، فاضطريت الم كل الخصلات اللي انا عملتها، وكل خصلة بعد ما اعملها كنت بلمها علشان ما تبقاش سخنة على رقبتي. بس انتي المفروض ما تعمليش كده، تخلي شعرك سايب لحد ما تخلصي. هو في العادي مش هيكون سخن قوي كده، مش هتتحري للدرجة دي، بس هو بيبقى صعب شوية معايا مع التركيز في الكاميرا والتصوير، فطبعا بيبقى فيه ضغط اكتر. بالنسبة لمنطقة نص الراس اللي هي اسمها منطقة التاج، علشان تعملي كثافة أكتر لشعرك، لفي المكوة من أول الجذور لتحت، وبعدين سيبي شعرك يبرد كام ثانية على نفس الفورمة علشان يبان عالي. وقسميها عادي جدا زي ما قسمتي كل شعرك، واعمليها بالمكوة برضو زي ما عملنا شعرنا كله، عكس اتجاه الوش. هنيجي بقى لأهم جزء، وهي القصة. أنا لما بعمل الفرق من الجنب بحب أعمله بزاوية علشان شعري يبان مليان من الجنبين. على فكرة أنا صورت الفيديو ده في نفس اليوم بتاع فيديو الميك اب السموكي بتاع العيد، علشان كده هتلاقوني مش حاطة ميك اب، علشان كنت المفروض أجهز وشي عشان أعمل الميك اب وأصوره لكم للعيد. إن شاء الله هنزل لكم فيديو قريب لروتيني الخاص بالعناية بشعري وبكل المنتجات اللي بستخدمها. بعد ما بخلص شعري أنا بحب أسيبه يرتاح تقريبا نص ساعة، لو عندك وقت أكتر سيبيه، وبعدين بفكه بصوابعي أو بمشط واسع. أهم حاجة إنك تفكي الخصلات كويس وتحركي شعرك حلو جدا علشان تدخليله هوا وفوليوم، وإلا هيبقى شكله فلات قوي وملزق. وما تخافيش، شعرك هيفضل مموج مش هيفك. انتوا شفتوه في الفيديو بتاع ميك اب العيد، كان بعد ما عملت شعري تقريبا ب5 ساعات، وكان شكله مموج زي ما هو، من غير أي سبراي مثبت ولا حاجة. طبعًا أنتِ تقدري ترشي سبراي مثبت على شعرِك لو عايزة علشان تثبتي الكيرل، بس أنا شعري مش بيحتاج بصراحة وبيمسك في الكيرل كويس جدًا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، بليز يا بنات ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير، وأهم حاجة السبسكرايب. باي باي.